بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست شاي كرك. ومعانا النهاردة شخص يعني هو مش ضيف خالص، هو صاحب مكان وصاحبي هو حبيبي يبقى يحرجني بقى. وحبيبنا كلنا، أستاذ باشمهندس يا عم ايه يا عم أبو بكر أشرف فوزي. حبيبي يا ابو حبيبي. أنا وأستاذ أبو بكر بنستضيف النهاردة موضوع موضوع في غاية الأهمية، حساس جدا والحساسية والشاعرية اه وحاجات غريبة جدا النهاردة. انا خايف، انا بجد انا مبتسم ابتسامة بلهاء جدا. انا مش عارف باين عليا ولا لا، بس انا خايف. زي ما احنا شايفين في العنوان، احنا هنتكلم بكل حب عن الحب. اولا انا بحبك في الله يا صديق. حبك الله يعني توكلنا على الله. الموضوع لا زاد عن كده، في حاجة انا مؤمن في التمنيل. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جايين نتكلم عن مفهوم الحب بالنسبة لنا وبالنسبة للبيئة اللي احنا عايشين فيها، والمشاعر بشكل عام ازاي بتحركنا، ازاي بتظهر. دي كلها الحقيقة يعني عشان اكون صريح تساؤلات جوايا. يعني انا ما عنديش اجابات واضحة وصريحة، انا بحاول اكتشف المشاعر، اكتشف الحب تحديدا بمفهومه الواسع واللي هو بيندرج تحته حاجات كتير. ان شاء الله هنجيلها بالوقت وبالكلام يعني. واحنا في الاول وفي الاخر برضو مش الناس الخبراء اللي مقطعين السمكه وديلها في الموضوع. لا خالص. فهي كلها برضو تجارب. يعني اعتقد ان مفيش مفهوم واحد الناس كلها اتفقت عليه عن الحب، بس كلها تجارب وكلها يعني مناظر شخصيه، في منظورات مختلفه وفي اتجاهات مختلفه، وفي ناس يعني كل واحد بيحس الشيء ده بطريقته الخاصه. يعني مفيش حاجه اعتقد ان كلنا ممكن نتفق عليها. وفي نقطة كمان برضو ممكن نجيلها قدام، وهي ان انا متعمق قوي في حتة الكتابة، اللي هو يعني الحب في السينما او في الروايات او في الحاجات دي، في الكتابة عموما، يعني في خيال الشاعر، في خيال الكاتب. فانا عارف يعني ده منظوري للموضوع، انه بيبقى وهمي قوي. يعني الحب اللي موجود في السينما واللي موجود في الكتب واللي موجود من شخص بيكتب بخياله ما بيبقاش حقيقي، في حين المجتمع يعني مبقاش حقيقي بصورة 100%. يعني ممكن يكون في منه شوية من الحقيقة يعني. تمام. في حين ان انا شايف ان المجتمع بياخده على انه هو ده الحب. ان في بقى ايه، بحس بفراشات وفي مغص في بطني، عارف انت الحاجات دي. احنا هنيجي للنقطة دي ولا نتكلم فيها دلوقتي؟ عشان انا عايز اقول فيها حاجة. انت قول لي الاول ايه منظورك عن الحب، او ايه هو الحب بالنسبة لك؟ هو ده اول سؤال سألته لي اول ما دخلنا الكلية تقريبا، اول سؤال اللي سألت فيه فيديوهات. محد شوف الفيديو؟ هتلاقوا الفيديو ظهر دلوقتي فوق في اي حتة. انا كنت داخل الكلية واللي هو لا انا مش هحب، انا قافل قلبي، فاهم؟ كان عندي فكرة ان الحب في سننا ده بالذات بيبقى سطحي بقى ومجرد اعجاب والكلام ده. فكنت بحاول اقفل قلبي انا بعد شهرين. انا مات، انا وقعت يا رجال، انا انقذوني. ايه هو الحب بالنسبة لي دلوقتي؟ يعني انا شايف ان وقتها انا كنت بحاول اقفل الدنيا شوية. فلا، الحب ده حاجة لا، لازم تمر بمواقف، ولازم مش عارف ايه. الحب مش شيء سهل، غير كده ممكن يكون اعجاب مثلا اول نظرة، الكلام ده كله. اوكي. دلوقتي يعني بعد ما شفت حتى الفيديو، بجد انا اول ما شفت الفيديو اللي هو انا سألت نفسي هو انا ليه كنت زانق نفسي في الحتة دي، اللي هو اشمعنى الحب ده. طب على فكرة احنا مش جايين نتكلم عن الحب اللي في العلاقات، احنا جايين نتكلم عن الحب عموما. هو مفهوم واسع قوي. وعلى فكرة المفهوم الواسع ده ممكن هو اللي يفهمك الحب تحديدا في العلاقات، او الحب النقطة اللي انت محتاجها ممكن تفهمها من حب اي حاجة. انا محتاج افهم فعلا. يعني انا جاي فعلا في البودكاست ده محتاج افهم اكتر واعرف
الشيء ده ازاي وجد اصلا والله تعالى ندردش. يلا. يعني احنا برضو مش هنجيب اجابات اللي هو ده، لا. هي انا مثلا دي طريقة تفكيري او دي نظرتي للموضوع ده، طبعا بعد سلسلة من الاشياء اللي مرينا بيها. فايه هو الحب بالنسبة لي؟ انا شايف ان دلوقتي الحب متعلق قوي بالشغف، فاهم؟ بالدوبامين اللي انت بتاخده عموما، وطبق ده على كل حاجة، مش الناس، مش العلاقات. اوكي. اي حاجة انت بتحبها انت بتاخد منها دوبامين، الحاجة دي انت محتاجها. فالشيء ده اصلا ضروري عشان انت تعيش. يعني الناس اللي بتقلل من دور الحب ومن اهمية الحب، لا، الحب انت محتاجه، انت بتعيش بالحب حرفيا. فانت لو مفيش شغف في حياتك، لو مفيش اي حاجة انت بتحبها في حياتك، انت هتعيش ليه؟ صح. ده حقيقي. وحتى لو مفيش حاجة بالفعل بتحبها، يعني الناس اللي خلاص قفلت على نفسها تماما وزهد بقى في الدنيا وما بيحبوش او مش بيهتموا بأي حاجة بيحبوها عموما، لازم يكون عنده على الأقل حتة حب ربنا، فاهم؟ يعني تلاقيها برضو دخلت، لازم تكون موجودة. انت سبت كل حاجة في الدنيا، لسه في حب ربنا وعلاقتك بربنا. فالحب والإنسان يحس ان هو بيحب وبيتحب الاتنين، مش ان هو بيتحب بس، هو شيء، هو احتياج، هو محتاجه في حياتهم. انا شايف كده الحقيقة. تعال بقى نرجع تاني لحتة ان يعني نطبق موضوع الحب في الاشياء، الحب في كل شيء. حتة ان انا بحب اكلة معينة، بحب امارس رياضة معينة. انت نورت حتة كده في دماغي، في حتة ان الحب وارتباطه بالشغف، او هما تقريبا ممكن يتحطوا تحت نفس الشيء، يعني هما تحت سقف واحد، تحت يعني معرفش بقى هل الشغف هو اللي بيجي منه الحب ولا الحب هو اللي بيجي منه الشغف، بس هو يعني شيء متصل بنفس الاتجاه، بنفس المسار. ده بالنسبة ده بشكل عام، اللي هو انا بحب شغلي، عندي شغف لشغلي، يعني هي نفس المسمى بالظبط. وده عشان انا باخد منه مميزات معينة او حاجات معينة بتساعدني ان اكون مرتاح اكتر، ببقى يعني بيتحول لاحتياج بالوقت. يعني ما بقاش مجرد ان انا عاوز الشيء ده، بيبقى ادمان الدوبامين. هو ادمان للدوبامين حرفيا. بيبقى بقى في ادمان الشيء، سواء الشيء ده هو ان انا بشرب قهوة، او ان انا بحب شخص، او ان انا بحب عادة سيئة. يعني انت عارف ممكن يبقى بقى الادمان ده يتحول لشيء سلبي وشيء ايجابي. فانت يعني ما كانش جاي في دماغي خالص الصلة بين الدوبامين والحب. انت فتحتها لي دلوقتي، فحسيت ان انا بدأت افهم اكتر. يعني حلو قوي ده، يعني حلو ان دي حاجة من البداية كده. طب والله حلو، ممكن ننطلق بقى من النقطة دي. حتى انت ممكن تحب حاجة سلبية، انت متخيل؟ بس الشيء المشترك في اي حاجة انت بتحبها في الدنيا، انت عارف انت بتحبها ليه، انت عارف انت بتروح لها ليه، انت عارف انت عايز تعمل الشيء ده ليه. صح ده لو سألتك عن اي حاجة يعني المفروض ابقى عارف. يعني انت عارف، يعني فكرة بقى اني اكون بحب الحاجة وانا مش عارف انا بحبها ليه، ده شيء منتشر. انا مش حاسس ان ده حقيقي. اللي هو ايه؟ ان انت بتحب الحاجة، ويعني خلينا نتكلم عن الحاجة مش الاشخاص. تمام. انت بتحب حاجة، انت عارف انت بتحبها ليه، انت عارف انت ليه بتفضل الشيء ده عن الشيء ده، انت عارف انت بتحب الشيء ليه. فبقى لما نيجي نطبق الموضوع على الاشخاص، انا بالنسبه لي الموضوع بالبساطه دي. ما شوف، يعني هي الحاجه لو شيء، يعني شيء قدامي مش شخص، تمام. لو انا بحبه، انا هبقى عارف انا بحبه ليه، لان هو بيديني حاجات واضحه. حلو. فالفكره بقى في ان لو انا بحب حاجه مش باين، يعني مش واضح ايه اللي جاي لي منها، ده ممكن ينطبق اكتر على الاشخاص فعلا. لو انا بحب شخص، انا بحبه ليه وهو ما بيدينيش حاجه. يعني انت عارف الفكره، عارف الكونسبت ده اللي احنا عايزين نوصل له، من حته ان انت لو سالت نفسك عن اي حاجه انت بتحبها ليه، انت هتلاقي اجابه. فاللي انا مستغربه بقى، ليه الناس لما نيجي بقى في العلاقات تقول لك ان يا اخي ده بيقول لك الحب الحقيقي امتى تعرف ان انت بتحبه؟ لما تسال نفسك انا حبيت الشخص ليه، تقول مش عارف، مفيش لما سبب. تحس بفراشات في بطنك. لا يعني لا، فكره بجد انا مش فاكر انا سمعت ده فين، بس دي فكره منتشره. فكره امتى تعرف ان انت بتحب بجد،
لما تكون مش عارف انت حبيت الشخص ده ليه. عارف مسمينها الحب الغير مشروط بقى، مفيش اسباب خلتك تحبه وانت بتحبه. واختلاف المفاهيم ده وتدخلهم في بعض، وان بقى الناس تقولك الحب الغير مشروط ده هو انقى انواع الحب، فخلاص احنا فهمنا دي غلط، فبقينا نقول ايه، لا انا لازم احبه من غير سبب، ولو لقيت اسباب لحب ليه يبقى انا ما بحبوش، يبقى انا بحب الاسباب. انا مقتنع ان الحب الغير مشروط موجود بس مش هو ده. طب يعني خلينا بس ندي امثله. ممكن نمثل الحب الغير مشروط ده بايه؟ بحب الاهل. حب الاهل يعني شرط ان انت تحب الاهل ان هم اهل. اتفضل. بالظبط. يعني في شرط. انا قصدي بقى لا خلاص، هو يعني ده شرط وجد مره واحده وانتهى. اللي هو بقى انا هفضل اديهم حب حتى لو سواء هم كويسين مش بالزبط. كويسين، سواء مش اللي هو هيتحول شويه الى احترام، الى يعني فاهم فكره اللي هو خلاص. يبقى شوف مجرد ان يعني انا قلت لك اهو كان مفهومي عن الشرط ايه، في شرط فكده ما بقاش حب مشروط. فبالنسبه لحد تاني لا، هو الشرط ده مش محسوب، فاهم؟ اختلاف برضو مفاهيم، فالموضوع هيكون معقد او هيعمل مشاكل في حاجات تانية زي اللي احنا فيها دلوقتي. لما انا اكون بحب شخص ومش عارف انا بحبه ليه، يبقى ممكن ما يبقاش حب اصلا. يعني ممكن ما يكونش حب، يكون شعور تاني وانا مترجمه على انه حب، غير ان انا اكون بحب حد وفي اسباب انا مش عارفها لسه، او انا ما تعمقتش مع نفسي وما فكرتش شويه مع نفسي وقعدت كده وفهمت انا ليه بحب الشخص ده. بينما انا شايف الموضوع بكل بساطه بنفس بالظبط حبك لاي حاجه. انت حبيت الشيء ده، يعني يا عم انت حبيت اكله، بتحب الكشري اللي ماما بتعمله، اشمعنى الكشري اللي ماما بتعمله مع ان هو احسن بصراحه يعني او ايا كان بقى. يعني يعني ممكن نحط في الموضوع ده اي اكله بقى، يعني حتى لو في المطاعم بتتعمل احسن من ما بتتعمل في البيت، في سبب لحبك للاكله ده تحديدا؟ هل في سبب؟ اسال نفسك. اكيد في سبب. ايه بقى؟ يعني هو بيبقى يعني الموضوع ما بيبقاش سطحي قوي كده. يعني انا مش بحب الاكله دي عشان هي الاكله دي بس، عشان الحاجات اللي حواليها، المشاعر يعني اللي باخدها منها بالزبط. اصلا. يعني ممكن الاكله ما تكونش بنفس طعم الاكل اللي بره مثلا، بس انا حاسس بالدفء، انا في مشاعر جنب الاكل اصلا، يعني بعيدا عن الاكل وجودته، انا حاسس بحاجه جنب ده، فكل ما اكل الاكل انا برجع تاني للمشاعر دي. ففي حاجه انت واخدها جنب الشيء اللي انت فاكر ان انت بتحبه او انت بتحبه. انا جه في بالي حاجه دلوقتي، مثلا تخيل ان احنا كمان شويه هناكل البيك بتاع السعوديه. في ناس لما اكلت البيك اللي هو يا جماعه انتوا عاملين عليه كل ده ليه؟ يعني هو عادي بروست. انا مش بتعامل معاه لانه اكله دلوقتي بالظبط. هي بص ذكريات، هي حاله، في ماسوره ذكريات بتطفح اول في حاله دلوقتي انا بعيشها، مش مجرد ان انا باكل. فاسترينا في اسباب ده احنا جبناها في الاكل يا ماما. فلما ده يكون كده هتيجي بقى في الاشخاص. الاكل ده حبي الاول الاكل ده اهم، مش الاوحد الصراحه، يعني مش الوحيد. ماشي اوكي. يعني احنا لما طبقنا ده في الاكل وفي اي حاجه بقى حواليك، انت ممكن تلاقي اسباب وتفهم انت ليه حبيت الشيء ده وهكذا. هنيجي في الاشخاص والعلاقات اللي هي اهم حاجه ممكن تكون بتاثر على حياتنا، ونقول لا ما ينفعش ان انا اختار ليها اسباب او احدد ليها اسباب، او لو طلع ليها اسباب يبقى انا ما بحبوش. يبقى انت كده في خطر، فاهم؟ انت كده في خطر. انت ممكن تكون داخل على حاجه انت مش فاهمها اصلا، ممكن يبقاش حب اصلا وانت ترجمته على انه حب. انا موافق تماما. حلو. وكمان انا في الجانب الاخر. قول لي بقى، احنا عايزين نتناقش، عايزين يعني في ايه؟ يعني انا في نقطه ان لو يعني شرط عندي ان انا احب الشخص ان هو يكون بيقدم لي حاجه، يعني فاهم؟ ده اصلا شرط عندي. يعني انا لو حسيت باي شيء تجاه شخص وهو ما بيقدم ليش حاجه، انا مش بقول ان ده حب. يعني انا ما بقولش ان انا بحب الشخص ده. يعني انا ممكن اكون بتقبله، ممكن يكون قبول، يعني عارف فكره القبول، ان الشخص ده حضوره عاجبني ووجوده مريح، وده شيء يخصه هو، ما يخصش مشاعري تجاهه. يعني هو ممكن يكون الشخص اصلا عنده قبول كده للناس كلها، او حتى ممكن يكون قبول ربنا زرعه في قلبي انا عادي. عارف حتى القبول ده اللي انت بتشوف الشخص كده بتقول انا برتاح لما بشوفه، ما اعرفش ليه. هي ما اعرفش ليه حقيقة، هي ما اعرفش ليه، لكن لا في سبب. في سبب، في اسباب لان يبقى في شخص الناس بترتاح له، الناس بتحبه كده لله في لله، حتى لله في لله دي والله في سبب، بس انت مش عارفه.
لو فكرت شويه هتلاقي. لو فكرت شويه وتعمقت شويه هتلاقي. لكن لما انا يعني انا عن نفسي لما جيت اتكلم عن الموضوع ده مع الناس، واللي هو لا يا جماعه الحب لازم يكون ليه اسباب، لازم يكون ليه اسباب. انا بالنسبه لي بفرق مثلا، يعني في هنا تضارب برضو في حاجه. انا بالنسبه لي لو انا اعجبت بشخص لاول مره، اول مره اشوف الشخص ده انا اعجبت بيه، بعرف ان انا مش مثلا بحب الشخص نفسه او خلاص هو الشخص ده انا بحبه، لا انا حابب الشيء ده، الشيء اللي انا عجبني فيه ده، هو حضوره عجبني فده او سبب. شخصيته عجبتني او الحاجه اللي هو عملها عجبتني. يعني ما ينفعش حد يبقى ما عملش اي حاجه اصلا، يعني غالبا هيكون شكله بقى اللي عجبني، هيكون مثلا يعني فاهم شكله وشخصيته، حاجه عموما فيه انت حبيتها. فهنا انا ما بقولش انا حبيت الشخص، تقولي طب ما ده في تضارب اهو، ان انت حبيت السبب ما حبيتش الشخص. انا بقول لك بقى امتى ممكن تحب الشخص ده في وجهة نظري، لما يجتمع فيه اسباب الحب اللي انت عايزها كلها، مش سبب واحد. السبب الواحد ده خلاص انت معجب بالسبب ده، سببين انت معجب بالحاجتين دول في شخصيته. هل انت بتحب الشخص ككل؟ لا، بس انت ممكن تكون ترجمت ان انت حبيته ككل، دخلت معاه بقى في علاقة، حصل اللي حصل، اكتشفت ان هو عكس ما كنت انت متخيل، عشان بنيت حاجة على سبب. فاحنا مش عايزين نبني على سبب برضو، والكارثة ان احنا نبني الحب على اللاشيء بقى، مش اللاشيء انا اسف بس على اللاشيء، ان ميبقاش فيه سبب اصلا. يعني تخيل سبب واحد ممكن يضيعك، ما يبقاش فيه سبب بقى، ده ممكن يعمل فيك ايه؟ اللي هو انا بحبه ما اعرفش ليه. على فكرة ممكن يبقى حب حقيقي لو انت ما تعرفش ليه، عادي جدا، ممكن فعلا تكون بتحب الشخص ده، بس انت محتاج تعرف ليه. محتاج تعرف بقى. ده اللي انا عايز اقوله. ايه الاحتياج اللي انت بتاخده منه، او ايه الشيء اللي هو بيقدمه لك، بيسند عندك حتة معينة مخلياك متعلق بالشخص ده بشكل ما او عاوزه، او يعني خد الباكج كده على بعض. شوف الشخص ده ايه صفاته وايه صفاتك، هل هما متناسبين مع بعض؟ ممكن تبقاش على فكرة مميزات الناس متفقة عليها يعني، او مميزات عامة، ممكن تكون حاجة انت شخصيتك متناسبة معاها، متألفة معاها، انت بس محتاج تعرف الاسباب ليه. عشان لما تعرف الاسباب سهل جدا بقى قدام لما تخش في علاقة، او ان انت حاليا في علاقة ومش فاهم ايه السبب، دلوقتي لو فهمت خلاص هتعرف اذا كانت هي علاقة فعلا صحية او لا. عاوزين نحدد بس ان احنا بنتكلم وبنمنشن دلوقتي العلاقات المشروعة. يعني تمام. يعني احنا لما بنقول علاقة احنا قصدنا علاقة سليمة صحيحة سوية، يعني مش وخلينا متفقين ان في ناس كتير واقعين في حاجات كتير، ومعظم الناس واقعين في حاجات شبه كده. فبرضه لازم ان هم يكونوا مدركين ده، فبيدوا نفسهم بقى فرصة ان هم يقعوا في حاجات تحت مسمى الحب. انا بحبه ليه بقى ما اعرفش، بس انا بحبه. فده بالنسبة لي زي ما قلت لك، الحب لازم يكون لي اسباب ولازم تعرفها. ده بالنسبة لي. بالنسبة لناس تانية ايه ده انت سطحي جدا، بس اللي انا شايفه ان ده التعمق. انت بتعرف اسباب انت ما كنتش عارفها، ما كنتش فاهمها، ما كنتش قادر توصل لها. والموضوع مش صعب، الموضوع بس انت محتاج تفهم نفسك، محتاج تفهم الطرف التاني ده بس. لكن مجرد بقى ان احنا عشان مش فاهمين او مش بنحاول نفكر وندور، فالاسهل علينا ان احنا نقول والله ما اعرفش انا حبيته ليه. ودي حقيقة. انا قعدت مع كذا حد قبل كده، الناس خلاص واتجوزوا يعني، لما سألتهم انتوا حبيتوا بعض ليه، يعني معرفش انا فكرت ليه ده دلوقتي سبحان الله. قالوا ما معرفش، يعني كنت مكلم البنت دي يعني، فقالت معرفش والله انا حبيته كده. فلما اتناقشنا اكتر وصلت الاسباب، واللي هو فعلا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، بس عقلك اللاواعي خلاص هو اتصرف، هو اتعامل. انت مش عارف انت حبيته ليه، بس انت عارف من جواك، بس انت مش عارف من براك ان انت عايز الحاجات دي كلها، وان انت محتاج الحاجات دي كلها. فاحتياجك ليها ومعرفة عقلك الباطن بنفسك او عقلك اللاواعي بنفسك، وممكن يكون معرفة سيئة على فكرة. يعني ممكن يكون احتياج سيء وصلك لشخص سيء، بس هو بيديك الاحتياج ده. دي كلها حاجات محتاجين نفسرها اكتر. يعني في حد داخل علاقة توكسيك، الشخص ده مبهدله، بس انا بحبه ما اعرفش انا بحبه ليه. بس في احتياج كده، حتى لو احتياج نفسي، هو احتياج نفسي بياخده من شيء وتعامل مش صحي ومش صحيح، بس هو خلاص اخذ الاحتياج ده. احساس بالاهتمام مثلا، امتى احس ان هو بيهتم بيا وبيحبني؟ لما يضربني. والله في ناس كده. ففي احتياج هنا سلبي خلاه يروح مع شخص سلبي. فمحتاجين نبقى واعيين ومدركين
علشان لما نتحط في حاجه زي كده نعرف نحدد طب انا دلوقتي فين، اكمل ولا اللي هو ده اصلا ممكن ما يكونش حب، ممكن يكون بس ان هو عاوز يغطي الشعور المعين اللي جواه، في احتياج عندنا اللي كلنا. اتخلق عنده اصلا بسبب مشاكل قديمة مثلا. ممكن بالظبط. تكون يعني ممكن في بعض الحالات تبقى مشاكل من الطفولة، ممكن تكون مشاكل في الشخصية اصلا، في نمو الشخصية. فبقى عنده احتياجات معينة، هو عاوز الاحتياجات دي بس يعني مش حب، هو مجرد ان هو عاوز يغطي احتياجاته، عاوز شعور معين، مش شرط الشعور ده يكون حب اصلا. بالظبط. بس عشان كده بقولك محتاجين نفهم نفسنا الاول. فهمنا نفسنا، ودي يعني احس ان دي اولى درجات النضج، ان انت تفهم نفسك. حاسس ان انت بعدها هتتعامل في اي علاقه بعد كده بشكل سوي، وبشكل خلاص انت عارف انت محتاج ايه وداخل على ايه، فمن البدايه تقدر. محتاج تفصل نفسك عن الشخص اصلا اللي قدامك ده، وعن العلاقة، وتفهم نفسك لوحدك، تفهم نفسك بينك وبين نفسك كده. وده هيساعدك في العلاقة، يعني ده هيساعدك في ان انت تختار بقى الحاجات اللي فعلا مناسبة ليك، مش اللي اتفرضت عليك او اللي عقلك اتعلق بيها بشكل ما. ولما قلت عقلك دلوقتي فتح في دماغي كده حتة انه انا فعلا مقتنع ان المشاعر مفيش حاجة اسمها القلب هو اللي بيحب. لا، انا بالنسبة لي الحب او الشعور عموما حاجة منطقية تماما يعني. ويوم ما الحب ما يكونش منطقي يبقى فيه حاجة غلط، يبقى فيه حاجة انا محتاج اعرفها، حتى لو فعلا بتحب. يعني احنا قلنا انت فعلا بتحب، وبس لما فكرت مع نفسك لقيت ان الحب ده مش متماشي مع المنطق. انت محتاج هنا معلش تلغي قلبك هنا، محتاج تقعد شوية مع نفسك وتعرف الشعور ده جاي منين. جاي يعني هو في حاجة بس انت مش عارفها، لانه في الاخر ممكن ما يطلعش حب، ممكن يطلع شعور تاني. اختلاط بقى المشاعر على الناس، وممكن يطلع حب، وممكن يطلع حب. يعني احنا ما بنقولش بس ان دي حاجة سلبية وموجود، لا انت محتاج بس تفكر، محتاج تراجع نفسك. مش لازم يكون شعور سلبي. بالظبط، مش لازم يكون شعور سلبي. يعني انا بقول لك انا عارف حد كان كل الفكرة ان هو متعاطف مع شخص، متعاطف معاه، مش عارف اشرحها. بس هو ترجم التعاطف ده على انه حب. انا فاهم، متعاطف مع حاجة معينة، يعني هو ترجمها على انه حب، هو عاوز يساعد الشخص ده، وترجم الاحساس ده الاحساس الانساني ده عموما في ايه ده انا بحبها، فدخل في العلاقة بالشكل ده. هو ممكن إن الحب يتخلق من هنا عادي. حلو، ده ممكن يكون الشرارة اللي هتبدأ بعد كده. بالظبط، الموضوع كله والرحلة كلها. بس لو دي الحاجة الوحيدة وانت بنيت عليها وقفلت على كده، لا، ما انت محتاج برضو تفكر وتشوف الشخص اللي قدامك. طب تشوف نفسك، ما هو برضو مش لازم يكون كامل. وانا شايف الحقيقة ان التفكير والحاجات دي كلها بتحصل، يعني القعدة اللي مع نفسنا دي اللي هتبقى بنفكر فيها في الشخص، وبنفكر في هل احنا بنحبه ولا لا، ده هيكون قبل اتخاذ القرار اصلا، يعني قبل ما خلاص ناخد خطوة ونبقى في علاقة. انا محتاج اعرف الشخص ده اصلا مناسب ليا ولا لا، محتاج اعرف المنطق اللي مخليني عاوز الشخص ده ومشدود ليه جاي منين. ما يبقاش مجرد ان انا حسيت حاجة كويسة فاندفع على اساسها وبس، والغي كل الحاجات التانية، الغي العقل والمنطق يعني بحجة ان هو ده الحب، لغيت العقل تماما بحجة ان هو ده الحب. انا هفكر ايه مع قلبي يا جماعة؟ طب ما انا ممكن احب حاجة مش سليمة، ممكن احب شخص غير متوافق معايا فكريا، ممكن احب شخص غير متوافق معايا دينيا مثلا برضو، يعني انا هو مش هيبقى حب هنا، بس انا ممكن احس الشعور ده من جوايا فترجمه على انه حب، فابدا بقى ايه ادخل في حاجات مش سوية، مش مريحة، لمجرد ان انا اندفعت على شعور انا حسيته دلوقتي حالا. خلاص انا حاسس ان هو ده الشخص اللي انا عاوز اكمل معاه بقية حياتي. يمكن عشان شعور مؤقت اصلا، شعور هو حاسه في فترة معينة صغيرة، فلا خلاص بنى عليه حياته كلها قدام من غير ما يعرف اي جوانب تانية لاي حاجة. يعني هو خلاص
من غير ما يفهم شخصية اللي قدامه قبل ما يفهم نفسه اصلا. يعني احنا قلنا احنا محتاجين نقعد مع نفسنا ونفهم نفسنا علشان نحدد احنا محتاجين ايه ونحدد احتياجاتنا. دي حاجة اساسية. فهمنا نفسنا احنا محتاجين كمان نفهم الطرف التاني. دي حاجة جدا مهمة. وبرضه الواحد مش اناني عشان يفكر في نفسه بس، الواحد لازم يفكر في الطرف التاني وانت عندك ايه تقدمه للطرف التاني. هو لو مناسب ليك انت مش مناسب ليه. فكرة ان انا افهم نفسي واساعد نفسي ده ممكن ما يكونش فيه انانية، لان ده هيساعد الشخص التاني اصلا. بالظبط. انا لما ابقى مش فاهم نفسي وداخل في علاقة مع شخص انتوا الاتنين هتتضروا. لازم هو يكون فاهم نفسه لوحده وانا اكون فاهم نفسي لوحدي، وبعدين نتجمع مع بعض نخلق حاجة جديدة مع بعض، نقدر نساعد بعض فعلا، ما نكونش حد متسند على التاني ويكون في شخص هو اللي ليه السلطة وهو اللي يسوق العلاقة. يعني ده لو كان في شخص اصلا ممكن يكون الاتنين تايهين. فلا، لازم كل واحد فعلا يركز مع نفسه الاول، يبدأ يعرف ايه الحاجات اللي هو بيحبها اصلا، ايه الحاجات اللي هو عاوز يشوفها من الشخص اللي قدامه، هل هي موجودة في الشخص اللي قدامي ولا لأ. طيب الشخص اللي قدامي ده ممكن ما تكونش فيه كل الحاجات اللي انا عاوزها، بس في حاجات كفاية يخلينا ناخد خطوة ايجابية وكويسة. خلاص نبدأ فعلا. خلاص انا فهمت نفسي وفهمت ان الشخص ده ممكن يكون مناسب ليا بنسبة، اتفاهم بقى معاه. يبقى الشخص ده عنده، يعني انا عن نفسي احب ان الشخص اللي قدامي يبقى عنده مرونة فكرية اصلا، ان احنا نتناقش في حاجات ونقدر، يعني مش هقول ان حد يضحي قصاد التاني، بس نقدر نولف حاجات جديدة، يعني نقرب لبعض. يعني انت قاعد هناك وانا قاعد هنا، لا نمشي شوية خطوتين، انت تمشي خطوتين وانا امشي خطوتين ونتقابل في النص. يعني مش شرط يجي حد على حساب التاني. فاحنا ماشيين على نفس التراك، فكرة ان الحب لازم يكون ليه اسباب منطقية. و يعني هل انت مقتنع حتى لو بنسبة بسيطة ان ممكن يبقى فيه حب لمجرد الحب؟ يعني ما انا لما يعني في حاجة كده غريبة منتشرة في المجتمع والبيئة اللي احنا عايشين فيها، ان الناس بتحب على نفسها كده. عارف انت اللي هو ازاي بيخلوا المشاعر اوفر، بياخدوا المشاعر في الاكستريم. دي حاجه قلت لك كنت هتكلم فيها وكنا هنوصل النقطه دي. في فئتين من المجتمع دلوقتي، في الفئه اللي واقعه وخلاص غرقانه والفئه التانية اللي شايفينهم من على بر الامان. مع السلامه. هما في فئتين، دول باصين لدول اللي هو ايه الاوفر اللي انتوا فيه ده، ودول باصين لدول انتوا مش فاهمين حاجه. صح. لما تقع هتفهم. فهمني. الحقيقه انا في حاجات كتير كنت شايفها اللي هو ايه يا جماعه ده، وايه حاجات كليشيه قوي، بس ايه ده بتبان بعدين بصراحه انا ما توقعتش ان تكون حقيقيه. وش هيكرمش تاني. لا ما هو ده بقى فاهم، هو ده. فبحس برضو ان مفيش، ده مش شايف حاجه هنا وده مش عارف يفهم ده حاجه هنا، فالاتنين ايه ده فاهم. تعامل الناس مع رؤيتهم لاي اتنين مثلا ماشيين مع بعض، يا عم اي اتنين بيحبوا بعض والله ان شاء الله لو متجوزين مفروض بيشوفوا اللي هو ايه انا عايز افهم ليه بقى، عايز افهم ليه كده. وده اول ما اتحط اصلا في الموقف هيبقى امر تمام. يعني الشخص اللي من بره ده كده فاهم، وشه بيكرمش كده. انا واثق ان هو اول ما اتحط في الامر ده هيبقى امر كمان. انا مش قصدي على النقطه دي تحديدا، يعني ممكن اكون انا معاك بنسبه كويسه في النقطه دي عادي. فكره ان وجود الحب نفسه والمشاعر دي والحميميه بتبقى موجوده في العلاقات السليمه فعلا، بس بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده جوه العلاقه، ما بتبقاش يعني زي ما انا قلت من شويه الناس ماشيه تحب على نفسها. عارف انت فهمني دي اكتر، فهمني يعني في ناس المشاعر هي اللي بتتحكم فيهم بس. يعني مثلا يومهم ممكن يبوظ لمجرد ان الشخص ما كلمهمش النهارده، مع انه عنده اسباب منطقيه وهو شغال مثلا مش فاضي او مش فاضيه، يعني فاهم. مش بتكلم على الراجل بس، هو عارف انت اللي هو احس ان يعني انا موافق على فكره ان انا لو بحب شخص
والشخص ده موجود، انا ببقى مرتاح في وجوده، ببقى مرتاح جدا. انا دلوقتي في كامل راحتي. لما هو يغيب طبيعي انا هبقى مش مرتاح، يعني مش احسن حاجة، بس مش سالب. يعني مثلا لو هو موجود انا مرتاح بنسبة 100%، هو غيابه هيخليني مرتاح بنسبة 70%. اللي هو فكرة المفروض ان انا اكون مرتاح مع نفسي اصلا ومكتفي بنفسي، ما بقاش ده جزء من الاتزان النفسي وان انت تكون شخص سوي مع نفسك اصلا. ما دي النقطة بقى اللي انا قصدي عليها، ان في كتير جدا وظاهر حوالينا اللي هم بيحب، يعني اللي هو طول الوقت محتاجين الشخص التاني يبقى موجود. يعني سيبك مش شخص معين، طول الوقت محتاجين يبقوا في ريليشن شيب، طول الوقت محتاجين يبقى في مشاعر كده ايه بتطلع منهم. عارف انت الاحساس ده؟ طب تيجي نفكر ايه اللي ممكن يكون سبب ده. يعني ليه ممكن يكونوا حاسين بده؟ ليه ممكن يكونوا محتاجين ده على طول؟ هل ممكن يكون مثلا بسبب التربية، مش واخدين المشاعر اللي هم محتاجينها بشكل كافي من اهلهم؟ ممكن. فمحتاجين دايما ان هم يكونوا بيشاركوا حد معين، محتاجين حد على طول في حياتهم، محتاجين يحسوا ان هم، يعني اكيد كلنا محتاجين نحس اننا مهمين عند حد. فاعتقد يعني ان لو المشاعر اللي احنا المفروض ناخدها اصلا من علاقاتنا العادية في الحياة مش موجودة ومش بناخدها ومش مكتفيين بيها، وكمان ده غير تعاملنا مع نفسنا، يعني انت لا مكتفي بنفسك ولا بالناس اللي حواليك، فاعتقد ان ده سبب منطقي وكافي جدا ان الشخص يكون متعلق باي حد ممكن يحسسه بالشعور ده. بس انت مقتنع معايا ان ده غلط؟ هو ده غلط والسبب غلط. ما هو انا بقولك ان السبب غلط، فاحنا وصلنا لغلط. فاهم؟ ما هو نفس فكرة الادراك اللي احنا قلناها من شوية، اللي هو انت محتاج تدرك انت ليه دايما بتدور على شخص تاخد منه الشعور ده، مش عارف تاخده من نفسك او من اشياء. يعني مش شرط ان انت، يعني في ناس بجد اعرفهم شخصيا يعني ما بيعرفوش يقعدوا من غير ما يبقى في حد في حياتهم. يعني عارف انت بيملى فراغه بشخص. يعني مش بقى بشيء ولا بنفسه ولا بفيلم يشوفه، لا لازم شخص. لازم انسان، كائن حي بيتفاعل معاه. يعني احنا محتاجين ده بس انا بقول لك ان نقص احتياج معين هو اللي سبب ده. لكن ادراكك للنقطة دي، الاحتياج ممكن يقلب ادمان. انا ده قصدي. فاهمك. بمجرد ما الشخص ادرك بقى النقطة دي، هي يعني دي ما عادتش حاجة زي ايه مبرر ليه ان هو يعمل ده، او ان هو يحط نفسه في اي حاجة كده لمجرد ان هو محتاج ده. هو عارف اللي هو ايه، ما انا ما باخدش مشاعري اللي انا محتاجها، او ما اخدش يعني إيه كفايتي من المشاعر دي، او انا مش عارف ايه، فانا مضطر لده. بس لا، انا حاسس ان مجرد ادراكك لده هيخليك محتاج تقعد مع نفسك كده وتاخد قرارات بقى. يعني هل انا هكون منساق لاحتياجي والمشاعري، ولا محتاج ان انا اشوف ايه الصح واهدى كده واركز واعمله؟ انا شايف ان اول حاجة لازم نعملها، يعني دلوقتي انا شخص ما عنديش ارتباطات عاطفية، في فراغ في النقطة دي. اوكي، ده احتياج انساني، بس هو دلوقتي مش موجود. بدل ما اروح ادور عليه واقعد اهري ان ده ليه مش موجود وعاوزه واحاول بقى ايه، الاحساس ده اصلا ممكن يوصلني للغلط اللي هو هيخلي اي حد يجي لي قدامها اقوم واخده. يعني فاهم الفكرة؟ هو ده اللي بيوقع ناس كتير. ده حقيقي. العلاج هنا هو فكرة ان انا اطبق الحب ده على نفسي. انا احب نفسي واكون مكتفي بنفسي كفاية ان انا دلوقتي كمؤمن انا مرتاح لوحدي تماما. يعني جا شخص تاني يا ريت، الحمد لله كده هبقى مرتاح مرتين، مش مرتاح مرة واحدة. يعني انا مرتاح مع نفسي، ويا ريت الشخص التاني يبقى مرتاح مع نفسه، ونيجي بقى احنا دلوقتي خلقنا ارضية جديدة مشتركة نبقى احنا الاتنين مرتاحين فيها مع بعض. بس مؤمن دلوقتي ما بقاش موجود على الارضية المشتركة دي عشان هو مشغول في حاجة في حياته. خلاص، يبقى هي كمان في اللحظة دي تكون برضو عندها حياتها ومشغولة فيها. ما يبقاش في حد مستني دايما حاجة من التاني. يعني هو كده في مشاعر الافتقاد، ده شيء طبيعي. ده طبيعي، ده وشعور حلو. تقف، هو ده اللي ممكن يكون غلط.
وممكن يجيب حاجات بقى سلبية كتير تانية، واللي هو يبدأ يحس ان الشخص ده مش مهتم بيه، مش مهتم الشخص بيه ده. او بيعامله غلط او ده باب لمشاكل كتير على فكرة بيحصل فعلا بين ناس كتير. وهنا بيبقى فيه عدم تفاهم وتفهم للشخص الآخر ولظروفه ولطبيعة حياته أصلا. فهنا محتاجين برضو دايما، محتاجين دايما في كل علاقاتنا محتاجين للحوار والتفاهم. ده ممكن يقفل أبواب مشاكل كتيرة جدا، مش ممكن، ده أكيد يعني. مع أنفسنا في المقام الأول بالظبط، ومع الأطراف الأخرى، يعني أيا كان بقى. يعني على فكرة الحب والكلام اللي احنا بنقوله ده مش شرط يكون على العلاقات العاطفية. أنا دلوقتي عندي صديق وفي مشكلة بدأت تظهر، لازم أتكلم معاه، لازم يبقى في بيني وبينه لغة حوار، ما يبقاش عايشين على إننا مجرد 2 صحاب وخلاص. أو حتى أخويا اللي عايش معايا في البيت، ما ينفعش نبقى احنا الاتنين عايشين إن احنا اخوات وخلاص. لازم يبقى في بيننا لغة حوار، لازم يبقى في بيننا تواصل بشكل يساعدنا نحل المشاكل. بس النقطة دي للأسف برضو مش موجودة عند ناس كتير، يعني الحوار بالنسبة لهم شيء صعب، فاهم؟ الحوار ده هيكون معتمد، أعتقد يعني إن هو معتمد على إيه؟ قدرة الشخص ده إن هو يعبر عن مشاعره. إحنا مش بنعبر عن مشاعرنا أصلا. إحنا نادر قوي لما نعبر عن مشاعرنا. يعني هل في يا عمي خلينا إحنا كرجال، يعني هل عمرك شفت واحد بيقول لصاحبه بجد إن هو بيحبه، بيعبر له عن مشاعره؟ انت كمؤمن، احنا مش بنتكلم عن مؤمن دلوقتي. ما انا عارف، انا بقول لك ان دلوقتي يعني لازم نبقى واعيين بقى. في ناس شايفين ان التعبير عن الحب ده اللي هو حاسس ان هو بيقلل من نفسه، مش فاهم ليه. حقيقة انا مش فاهم ليه. ومش برضو بنتكلم عن هو شيء راجع من التربية والبيئة. شوف يعني انا هحكي حاجة عن يعني حاجة حصلت لي انا مع امي الله يرحمها. الله يرحمه. انا طريقة تعبيري عن الحب، ممكن نتكلم عن لغات الحب تاني، بس انا الطريقة اللي بعبر بيها عن الحب ده اللي انا فهمته يعني مؤخرا، ان انا بحب اتكلم وانكش الشخص مثلا قدامي، فاهم؟ فطول ما انا قاعد مثلا اللي هو ايه ازيك عامل ايه مش عارف ايه، اتكلم في اللا شيء، فاهم؟ لكن هل اعبر بشكل صريح؟ طبعا في لغة حب واحنا مقتنعين بده ومؤمنين بده، وكل واحد عنده لغة الحب بتاعته او لغات الحب اللي هو بيعبر بيها. بس هنا انا بقول ان احنا برضو محتاجين نعبر تعبير صريح. انا ما كنتش بعبر تعبير صريح، انا كنت بعبر بافعال بقى. أيوة. ايا كان لغة الحب اللي بعبر بيها، بس عمري ما كنت بعبر تعبير صريح. تحس ان اللي هو ايه ده، فاهم؟ هو انا بجد هقولها ازاي؟ يعني ايه المناسبة؟ تحس ان لازم حاجة كبيرة تحصل عشان تقولها. وبالفعل حاجة كبيرة حصلت خلتني اول مرة احس بجد ان انا محتاج اعبر عن ده دلوقتي. محتاج اقول بقى. تعبت قوي قوي في مرض وفاتها يعني الله يرحمها. الله يرحمها. وانا كنت جنبها وهي بتتألم، بس خلاص كده بدأت تهدى شوية. يا الله الشعور ده صعب. لما هديت والألم خف وهكذا، بيروح وبيجي يعني. انا اول مرة يعني اول مرة احس ان انا قادر اعبر عن مشاعري بجد وقتها، علشان الفترة دي علمتني كتير. على الاقل علمتني اطبطب، فاهم؟ انا كنت دايما متعود ان انا باخد الشعور ده من امي، لكن عمري ما كنت انا اللي في مكان الشخص اللي فاهم انت بتاخد منها القوة اصلا بتاعتك انت فالفترة دي من الحاجات اللي غيرتها فيا حتة التعبير دي، ان في اللحظة دي اول مرة حرفيا اول مرة اقول لها بمشاعر حقيقية ان انا بحبها. في اللحظة قالت لي وانا كمان بحبك يا ابو بكر. انا حسيت ان بص انا مش عارف اوصف الاحساس. احنا عارفين ده، احنا اكيد عارفين ده. هو انا يعني مش عارف ان امي بتحبني ولا ان انا بحب امي؟ هي مش عارفة ده يعني برضو؟ ما احنا عارفين ده، بس محتاجين نعبر عن ده. وقلت لها انا مش عارف ليه انا مش بعبر عن ده، بس حاسس ان انا محتاج اقول ده قوي، ومحتاج حضرتك تعرفي ده قوي. فاحنا محتاجين نعبر لبعض. انت كسرت حاجز الكلام.
المواقف اللي حصلت وسلسلة الأحداث اللي حصلت دي كسرت حاجات كتير جوايا وادتني حاجات كتير، خلتني لا يا حبيبي انت لازم يعني تستنى لما يفوت الأوان مثلا وتندم ان انت ما عبرتش او ما قلتش اللي جواك، او ما وصلتش للشخص ده فعلا الإحساس الحقيقي اللي جواك. يا عم احنا مع أهلنا، الأب مع ولاده بيبقى تعامله معاهم مثلا صعب وشديد، بس دي لغة حبه بالنسبة له، اللي هو أنا كده بحبهم، أنا كده خايف عليهم، بس هم محتاجين إن هم يسمعوا ده، بس هو مش قادر، اللي هو حاسس إن هي فاهم حاجة كده من الرفاهيات، معرفش ليه، بس دي حاجة مهمة، حاجة مهمة قوي، إحنا محتاجين نعبر عن ده. يعني لو هقول إن الحب لوحده مش أهم من التعبير عن الحب، فده مش مبالغة، إحنا محتاجين نعبر. اي نعم محتاجين نفهم لغات التعبير بتاعتنا وبتاعت الطرف التاني عموما، بس احنا محتاجين نعبر بشكل صريح. هو محتاج يكون عندنا ذكاء عاطفي شوية، نبقى مدركين الشخص ده محتاج ايه دلوقتي، يعني محتاج افعال دلوقتي، ولا محتاج طبطبة، ولا محتاج كلمة، ولا محتاج حضن. يعني لازم افهم هو محتاج ايه دلوقتي وفعلا لو كان محتاجه، يعني مش مجرد ان هي حاجة سريعة وهتعدي، لا هو دلوقتي محتاجه فعلا، فانا لازم اقدمه له حتى لو مش دي لغة حبي. يعني لو انا مش شخص بتكلم كتير، مش شخص بعبر كتير، بس انا شايف اللي قدامي دلوقتي محتاج ده، لازم اديله اللي هو محتاجه. لازم اتعلم ازاي اعمل ده. في ناس ما بتقدرش تعبر فعلا. التعبير ده اللي جابنا الموضوع، التعبير حتة ان احنا نتكلم مع بعض اصلا، فالتعبير ده بيبقى عائق ان احنا نتكلم مع بعض، وانا اتكلم معاك ازاي وهتحاور معاك ازاي وانا مش قادر اعبر عن اللي جوايا اصلا. فالاتنين بيصبوا يعني في نفس النتيجة في الاخر. محتاجين نعمل ده ومحتاجين نعمل ده علشان العلاقة في الاخر يعني تمشي كويس. ودي مش حاجات بنتولد بيها، يعني دي حاجات احنا بنكتسبها وبنتعلمها وبندركها. يعني اللي احنا فيه دلوقتي ده لحظة ادراك اصلا، ولحظة الادراك دي اولى مراحل التغيير. بالظبط. يعني انا دلوقتي خلاص ابدأ احاول اشتغل على ده مع نفسي، ان انا يبقى عندي اصلا القدرة ان انا اعبر لنفسي عن اللي انا حاسه، ما بقاش حاسس بحاجة واتجاهلها واعيش بيها وخلاص. اقف شوية مع نفسي واتكلم، عشان ده هيساعدني بعد كده ان انا اقدر اعبر للي قدامي في الوقت المناسب عن الشيء اللي لازم يتقال، يعني بالطريقة المناسبة. بالظبط. يا الله، انا دخلت في مرحلة صعبة جدا دلوقتي. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. ممكن اسألك بقى كمؤمن بسيوني، معلش بقى، يعني معلش، انت سألتني في اول السنة تمام، واول ما شفتني اصلا انا اتعرضت للسؤال ده في وشي كده وانا مش مستعد ليه الحقيقة، فها انا ذا برد لك الجميل. انا بحبك يا مؤمن طبعا. شكرا. ممكن نقول انت وصلت لايه تعريف الحب بالنسبة لك دلوقتي؟ شوف، انا عندي، انا ما اعرفش هي مشكله ولا لا الصراحه. انا عندي تفسير للمشاعر او تحليل للمشاعر. انا مش عارف هو مشكله وانا محتاج احلها، ولا هو ده طبيعتي، ولا هو ده النتيجه اللي انا وصلت لها. ان انا مفيش منطق، مفيش مشاعر بدون تفكير. يعني يا عم خلينا نقول ان انا حاسس بحاجه، حاسس بحزن، يعني مش شرط يكون حب. انا حاسس بحزن، الحزن ده ليه مبررات، في اسباب وصلتني للحزن ده. لو مفيش يبقى انت مش حزين. بحط نقطه واعيش حياتي عادي. يا ريت يا عم كلنا كده. لو عندي اسباب بقعد واحاول افهمها واحس بيها وابقى حزين عادي، ما فيش مشكله، ابقى حزين دلوقتي طبيعي. لو عندي صدمه فعلا حصلت في حياتي توصلني للحزن، طيب ما احزن شويه واكمل حياتي بعدها. الحب يعني انا متفق معاك ان هو لازم يكون منطقي. لازم. انا مهما كنت بحب شخص، مجرد ما يأذيني انا بدوس على قلبك هنا. انا هو مش يعني انا مش هعمل حاجه، لا هي خلاص، هي خلصت. يعني عارف انت اللي انا مش هدوس على قلبي حتى، هو مجرد بس ما اذاني خلاص،
يعني عارف انت اللي هو مش هفكر تاني فيه، مش هفكر تاني في الموقف، مش هفكر تاني في حاجه. ودلوقتي في حاجز اتبنى تلقائي، وده مش بيخليني الغي الشخص او اكنسله من حياتي، بيخليني يبقى في طريقه تانية للتعامل، يبقى في الحب. يعني ممكن حتى ما نقولش ان هو اتلغى، يعني خلينا نقول ان هو اذاني بشكل بسيط، بس خلاص مش هيكون هو الشخص ده، فهينزل درجة. بالظبط. نسبه حب ليه بتقل مره بمره. ممكن لو هو تمادى توصل لكره عادي. يعني مش معنى ان انا بحب شخص او بحب شيء حتى يبقى خلاص انا اتعلقت بيه الى ما لا نهايه وهفضل. يعني حتى لو قلنا ان انا تخليت عنه، انا مش هفضل مشغول بيه. يعني عارف انت اللي هو لا، انا فعلا ببقى خلاص. فانا مقتنع بايه؟ مقتنع بان انت لما تقول بعقلك وتقول لنفسك كده بالمنطق، مهما كنت بتحب شخص او شايف ان هو شخص مش مناسب مثلا، طول ما انت بتقول لنفسك ان هو مش مناسب ونقطة، الشخص ده مش مناسب ونقطة، خلاص انت كده زي ما يكون بتروض قلبك في مرة هيبدأ ان هو ايه، يقتنع بده. خلاص الشخص ده مش مناسب. فانا مش هقولك ان هو هيختفي فجأة، بس لا، هو هياخد وقت تمام، بس لازم تكون انت من جواك بتقول لنفسك الشخص ده مش مناسب. هنا تحط نقطة. قلبك بجد بيبدأ ان هو يقتنع بده وينسى الشخص ده، يبطل ان هو يتعلق بيه، عشان انت بتقول لنفسك كده. يعني المنطق اللي احنا بنتكلم بيه مع نفسنا هو ممكن يكون اصلا بيسوقنا واحنا مش واخدين بالنا. يعني لما انا اقول لنفسي كتير انا ما اقدرش اعيش من غيره ومش عارف ايه وانا متعلق بيه وازاي انسى ومش، الكلام ده كله فعلا بيخليك ما تنساش. الكلام ده كله فعلا بيخليك ما تنساش وتفضل متعلق. الله اعلم بقى لحد امتى دي انت اللي متحكم فيها، لحد ما تقول لنفسك الشخص ده مش مناسب، نقطة. ما مفيش اي مشاعر بقى هنا، الشخص ده مش مناسب. قولها يا عم وانت بتعيط، قولها وانت لكن يعني اللي انا بقوله دلوقتي، حتى لو انت مش مقتنع بالجملة بس انت محتاج ده، اعمل اللي المنطق، يعني اصلا انت محتاج ده، اعمل اللي انت حاسس ان انت محتاجه. لانه اوقات مشاعرنا بتسوقنا غلط، ومشاعرنا اللي هي نابعة عن احتياجات ممكن تكون اتبنت بشكل غلط. فلو رجعنا تاني للنقطة اللي احنا اتكلمنا فيها بشكل سريع، الواحد لو قعد مع نفسه وفهم نفسه وعرف مثلا ان هو بيحس بكذا ليه وكذا ليه وكذا ليه. يعني انا كنت قاعد مع واحد صاحبي من فترة كده، احنا مش فاهمين نفسنا تمام، او معظم الناس مش فاهمين مش فاهمة نفسها. فقال لي انا كنت كلمته زمان يعني عن موضوع التربية واهميتها والكلام ده كله، بس احنا كشباب اللي هو التربية ايه يا ابني، ده احنا لسه بدري افكر في التربية دلوقتي ليه. لكن في مرة قرر كده ان هو طب ما اشوف الموضوع ده بيقول ايه، ودور. هو مش هيبقى اب بعد بكرة ومش هيطبق الكلام ده بعد بكرة، بس فهم حاجات في نفسه هو ما كانش فاهمها، واول ما فهمها ارتاح، عرف انا ليه حسيت بكده وليه انا بعمل كده. فاول ما فهمها، اللي هو لحظة الادراك اللي احنا بنتكلم عليها دي، ارتاح ان هو على الاقل الحمد لله في سبب، فاهم، في سبب، في حاجة خلت ده يحصل. فلما فهم ده بدأ بقى ان هو يبص على طب انا ممكن اعمل ايه. ما انا اكيد بقى مش هروح لاهلي بقى ومش عارف هفضل الوم فيهم وعاتبهم، لا انا محتاج اعمل حاجة مع نفسي. فالمشاعر اللي احنا محتاجينها، يعني نرجع تاني بقى نطبق ده على موضوع الحب. انا دلوقتي مثلا انا ما خدتش المشاعر الكافية اللي انا محتاجها وانا طفل مثلا لحد دلوقتي. هل هفضل بقى القي اللوم على اهلي ومش عارف ايه واقعد ساكت وافضل زي ما انا بقى ماشي زي ما انا عشان انا محتاج ده؟ انت مسؤولية نفسك بالظبط. لحظة ادراكك دي هي مسؤولية اصلا. انا اسف ان وبشكل ايجابي في المسؤولية يعني، وده بشكل ايجابي. يعني المسؤولية مش حاجة سلبية خالص، انت ده بالعكس، دي حاجة هتساعدك جدا ان انت تدرك ان انت دلوقتي المسؤول عن نفسك والمسؤول عن مشاعرك الجاية والحالية قبل ما تبقى الجاية. يعني انت خلاص وصلت للنقطة دي وللادراك ده، تبدأ بقى تشتغل على النقط الضعف اللي عندك دي. تشوف انت احتياجاتك دي هتاخدها ازاي، وما تدورش بره. يعني دور جواك الاول، دور في اشياء حواليك ايجابية يعني مش شرط تكون مفيدة بس ما تبقاش مضرة.
يعني تبدأ تاخد احتياجات كده وتنمي حاجات عندك وتعوض بقى الحاجات اللي فاتتك دي في عيلتك المستقبلية الجاية، في تعاملك مع زوجتك، في تعاملك مع أولادك، في تعاملك مع نفسك قبل أي حاجة. يعني ما تبدأش تحس ان انت ضحية وانت المفروض كنت تتعامل بطريقة معينة فتزود عدد الضحايا. بالظبط. اللي هو ما تبقاش بقى ايه النسخة بتعمل اللي اتعمل فيك تاني في نفسك. يعني هو اتعمل فيك من ناس غيرك، تقوم انت جاي مكرره في نفسك تاني. لا، انت تبدأ تصلحه مع نفسك، تبدأ تتصالح مع نفسك اصلا، وده هيوصلك لحب نفسك، وده هيخليك تفهم نفسك اكتر، وهيرجعنا لنفس اللوب تاني، ان ده هيساعدك انت تعرف تتعامل مع شريك حياتك اصلا بصورة احسن. جميل قوي قوي قوي، جميل جدا الحقيقه. انا ما توقعتش ان البودكاست ياخد المنحنى ده، ما اعرفش ليه يعني لكن انا مبسوط. انت اتكلمت كلام جميل. هو انت اللي جميل. احنا هنا في حلقه اللي طلعت بيه دلوقتي ان الحب مشابه جدا للتعريف الشغف. اللي هو من ناحيه اصلا مدرك قوي للشغف، عارف الشغف هو ايه وبيجي ازاي، بستفيد منه ازاي. اللي هو فكره الدوبامين وفكره الحاجات اصلا اللي بتحصل، الكيمياء اللي بتحصل في جسمنا. فهو مشابه جدا للحب فعلا. ففي احتياجات كيميائيه، وفي احتياجات نفسيه، وفي احتياجات مجتمعيه للتواصل فينا كانسان اصلا. الحاجه للتواصل والحاجه للمشاعر، كل دي دوافع ان هي تخلق الحب. يبقى انا ممكن اقول حاجه ممكن نكون كده، او انا عن نفسي وصلت لكده، ان الحب هو مجموعه من الحاجات الكتيره جدا، واللي ممكن تكون صغيره او كبيره، بس هي حاجات كتيره قوي. الحب ده بيشملها كلها، فما ينفعش عشان كده ان احنا نحصره في حاجه معينه. يعني الدوبامين ده او الشغف ده انا باخده من ايه؟ هتلاقيك انت بتاخده من طرق كتيره جدا، كلها تحت مسمى الحب. يعني هو تمام، هو اتكون من حاجات كتير بقى ناتج لحاجات كتير، وده ممكن يكون سبب ان الناس ما تبقاش عارفه هي بتحب ليه. اللي هو مجموعه الحاجات الصغيره الكتير قوي. وبرضو ممكن تطبق ده على الحزن، لما تكون انت حاسس ان انت حزين ومش عارف ليه، ممكن تكون مجموعه من الحاجات الصغيره بس كترت فحطتك في الحته دي، فانت مش فاهم هو في ايه ولا في ايه ولا في ايه، مستدفع كل سبب لوحده، فما عادش عارف. مش شايف ان ده سبب منطقي ان يخليك كده، لكن ممكن مجموعه من الحاجات الكتير كل واحد منهم مش كفايه، بس كلهم على بعض بيخلقوا شعور. بس برضو محتاجين نكون مدركين الحاجات دي. من الحاجات اللي انا فهمتها برضو واللي انا حسيتها، عقلي ترجمها كده، يعني ان زي ما قلت هو الحب وسيله. يعني هو تمام، هو ناتج عن مجموعه من الاشياء. طيب هو دلوقتي خلاص الاشياء دي اتجمعت بقت في كتله واحده كده اسمها الحب. الحب ده بقى مش الغايه، يعني مش الناتج النهائي خالص. يعني هو وسيله، اداه لتلبيه الاحتياجات الانسانيه وللتواصل. يعني اللي هي الاحتياجات الانسانيه اللي من ضمنها التواصل والدوبامين والكيمياء والحاجات دي كلها. يعني ده اللي انا فهمته دلوقتي. انا حاسس بجد ان انا ادركت حاجات دلوقتي. يعني حلو قوي. ادركت ان انا بحب حاجات كتير. اتمنى ان المشاهد كمان يقول لنا هو فهم ايه ووصل لايه. اعتقد ان كل واحد هياخد الموضوع في اتجاه، وهياخد الموضوع على حسب برضو منظوره، الحاجات اللي عاشها، الطريقة اللي هو اتربى بيها. حاجات كتير قوي ممكن تكون يا ريت فعلا تشاركنا فعلا، يعني بشكل صادق اللي انت وصلت له واللي انت حسيته من النقاش ده واللي انت ادركته، ورؤيتك اصلا للحب. ولو في نقط عندنا انت شايف ان هي مش سليمة، ناقشنا فيها برضو في التعليقات. تعالى نتناقش. يعني الباب مفتوح تماما لكل النقاشات يعني. كل المشاعر تقريبا بتحمل نفس المعنى اللي احنا اتكلمنا فيه ده. ممكن نقول ده. كلها نابعة من نفس المنطق، من نفس اللي هي تجميعة من حاجات مختلفة، وبتوصلنا في الآخر لشعور معين. هل الحب ممكن يكون مجموعة من المشاعر أصلا؟ يعني شعور الحب ممكن يكون مجموعة من المشاعر؟ ممكن.
حاسس ان احنا لو فكرنا فيها نفتح بودكاست تاني. ايوه كده احنا داخلين على لازم مثلا عارف ورقة مثلاً وقلم الحلقة بقى. القادمة. ونمسك الحب نحط عليه دايره كده ونبدا نفرع منه بقى. والله ممكن ده فعلا يكون حب. ممكن يبقى في تحته فعلا تعاطف، يبقى في تحته الخوف خوف، يبقى في تحته كلها دايره مرتبطه بالانسان. يعني هو الانسان هو الشيء الاساسي هنا، وكل الحاجات دي موجوده حواليه كده. يعني يعني هي يعني الحب اصغر من الانسان. مش ما تخليش بقى ما بقاش انا انسان واخلي الحب ده حاجه كبيره قوي لدرجه ان انا ما اقدرش اعيش حياتي من غيره. ما اقدرش ان انا ابقى حاسس دايما ان انا اقل لو هو مش موجود. هو وجوده هيزودني. فاكر اول بودكاست خالص كنت قلت ان الحب ده اصلا ممكن يكون موجود في كل حاجة. اللي انت بتتكلم فيه ممكن يكون العلاقات اكتر ولا الحب نفسه؟ لا، الحب نفسه. الحب نفسه انت هتلاقي ان كل انسان لازم يكون بيحب. ما يعني نرجع تاني لمفهوم الشغف. الانسان اللي شفت انت الجملة الكليشيه قوي اللي هي انسان بدون حب انسان بدون حياة. تعالى طبقها على الشغف كده. حرفيا انت لو ما عندكش شغف تجاه اي شيء انت هتعيش ليه؟ بالظبط. الحب شيء مهم، لكن لما هنطبقه في العلاقات، انا قصدي ان احنا ما نحسش ان احنا لو هو مش موجود في شيء معين ما نحسش ان كده احنا حياتنا واقفه. ما نخلوش يسوقنا ايا كان الشيء ده. يعني مثلا ممكن اكون حاسس ان انا ما عنديش صحاب بيحبوني. يعني مش شرط يكون علاقه عاطفيه. يعني ما عنديش حاجات ممكن تطبق على حاجات برضو. ما عنديش حاجات معينه بحبها، فابدا احس ان انا ناقص عن الناس اللي حواليا. ابدا اشوف ان دول كلهم مجموعه من الصحاب اهو بيحبوا بعض وملمومين على بعض، فانا ابدا احس ان انا ما عنديش، فبالتالي انا ناقص كده. فهمتك. لا، انا يعني وجوده هيزود بس نقصانه مش هيشيل مني. يعني انا كإنسان اكبر من المفهوم ده. انا يعني ممكن بقى في الحالة اللي زي دي اكون باخد الحب من حاجات تانية. ممكن في الحالة اللي زي دي انا محتاج اصلا ان انا اكون بحب نفسي في البداية، لان ده هو اللي ممكن يوصلنا لحاجات كتير. بالظبط بالظبط. يعني انا بشكل مباشر وصريح الاحتياج بتاع الحب باخده من حبي لنفسي ولشغلي. بحب الحاجة اللي انا بعملها، بحط فيها كل مشاعري. يعني فعلا بديها مشاعر، وفي المقابل هي فعلا بتديني دوبامين، بتديني نتيجة، بتديني قيمة، بتعلي من قيمتي قدام نفسي قبل اي حد، ومن قيمتي في العموم. فهي دي نفس الكونسبت بقى لما نطبقه على العلاقات برضو. فالحقيقة كان حوار جميل الصراحة. انا مبسوط. اتمنى تكون مستمتع معنا يا عزيزي، وابو بكر معنا ان شاء الله كتير. ان شاء الله. يعني ان شاء الله ما تزهقوش مني. بس ان شاء الله احنا موجودين مع بعض على طول. انا بحبكم وانا كمان بحبكم في الله. تحب تقول حاجة أخيرة؟ أحب أقول الحب جميل. الحب جميل. ما تخلينيش أغني دلوقتي. قاعد أغني من شوية محمد فؤاد الحب الحقيقي. الحب الحقيقي. يلا نشغل الأغنية بقى. عارف انت. ونسيبكم دلوقتي مع أغنية الحب الحقيقي. او ماي جاد. دي محمد فؤاد. أجمل طريقتين هي فيها البودكاست دي. أنا هقوم بس. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح. شكرا ليك يا صديقي لو وصلت لهنا في هذه الفقرة الجميلة من البودكاست. وشكرا لأبو بكر على وجوده في العموم. أنا بحبك والله يا أبو بكر يعني جدا. عبروا وما تستنوش حاجة. اللي انتوا حاسينه خلوه على لسانكم بشكل مهذب وواضح وصريح. فكروا فيه قبل ما تقولوه، بس قولوه وفي الاتجاه الصح. يعني قولوه في الاتجاه الصح. وعبروا عن رأيكم عن هذا النقاش. عبروا بكل صدق وبكل يعني صراحة مع نفسكم ومعنا، لأن زي ما قلنا مش لازم نكون مثاليين، أو مش لازم يكون اللي قلناه
هو ده الصح، مفيش صح غيره. احنا هنا بنتناقش، احنا هنا بنتناقش وبنوصل لحاجات في النص كده. احنا علشان- بنحاول نفهم اصلا. بالظبط. يعني انا عن نفسي فهمت كتير وادركت كتير من هذا النقاش. يعني انا ممكن ما بفتحش النقاش ده مع نفسي كتير، لاني مركزه على الاشياء. يعني خلاص يعني انا عارف ان ده مش وقت مناسب مثلا ان انا افكر في حب للاشخاص اللي خلاص مش في دايرتي. يعني فاهم اللي هو اوكي، عندي صحاب بحبهم جدا، بحبكم جدا، عندي اهلي بحبهم جدا، بس ما بدأش افكر بقى في اشخاص تانية بطريقة عاطفية اكتر. فبالتالي موجه حبي للدايرة اللي حواليا وللشيء اللي انا بعمله، وبحاول استكشف نفسي اكتر واتعلم فيه. انما هنا انا ادركت بقى المفهوم بشكل اوسع. محتاج اسمع الحلقة دي تاني وبس. يعني بتمنى دايما نتجمع كده في الحب. ننهي الحلقة بقى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عشان لو قلنا يعني اي شيء غلط عموما او حاجة، دي كفارة المجلس يعني. شكرا ليك يا صديقي. ولو وصلت لهنا في البودكاست على يوتيوب، يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك. وبجد لو وصلت لهنا انا بجد بحبك، ويا ريت تعرفني في التعليقات لو وصلت لهنا. وبتمنى ان انت تكون وصلت لهنا، وبتمنى تكون مرتاح، وبتمنى نكون خفاف لطاف عليكم. وشكرا من القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقفل هنا، انا حاسس ان انا